واخيرا رئيس الوداد البيضاوي يخرج عن الصمت، وهذه القضيه اللي كنت كنتسناها. كيتكلم الصحيفه الاقتصاديه السعوديه بخصوص احتمال انتقال دون طورنادو نادي الوداد البيضاوي. الاول كيقول لك من المستحيل ندفعوا نفس الصالير اللي كيتقاضى بحال دون طورنادو مع النصر السعودي، تقريبا 16 مليون يورو شهريا. ولكن اهلا وسهلا به مع الفريق الودادي في كاس العالم للانديه، وحتى عارفين ان رونالدو ستار وماشي دائما كيهمو حصد الاموال، فهمتوني؟ يعني بالعربيه تراب جا من الاخر. اذا بغيتي تجي تلعب مع الفريق الودادي في الموندياليتو فغنسى شي حاجه سميتها الراتب ديالك الى اخره. ولكن كيتمناك وكانت عنده فرصه واحده من مليار فرصه اخرى باش بحال يسقطوا رونالدو، فراه غيديروا المستحيل باش يلعب معاهم الموندياليتو. هنا كيبين لك الرغبه القويه ديالو بحال باش يتعاقد مع رونالدو واخا تكون 1% مثلا. يعني هنايا غنستنتجوا بان نادي الوداد البيضاوي كيرحب رسميا بحال مشاركه دون طورنادو مع الفريق الاحمر في الموندياليتو، ولكن ينسى عليه الشروط الماليه، فهمتوني؟ بين قوسين الوداد كتفكر السرجا يحيى جبران اللي كان لعب معاهم في وقت سابق، وحاليا كيلعب في فريق الكويت الكويتي، ولكن العقد ديالو غينتهي هذا الصيف، وبالتالي غيكون انتقال حر ويرجع الوداد بزيرو درهم. كاين كلام في الكواليس لامين حارث متصف ميدان مارسيليا، وخا قضيه معقده شويه من ناحيه المفاوضات، وايضا نور الدين مرابط المحارب المقاتل. دابا رجع لي دون رونالدو، خبر جديد من الماركه واللي هي البدايه كنشرات خبر احتمال الوداد البيضاوي باللاعب. دابا كاين فيلم جديد هكا سيدي، واحد البيزنس مان ولا رجل اعمال كيعرفوا مزيان دون طورنادو عنده علاقات مع نادي الوداد البيضاوي، وي وباش يلعب داك الدور الوسيط لاقناع رونالدو باش يلعب مع الوداد الرياضي في الموندياليتو. القضيه معقده شويه، خاصه مساله الراتب الضخم اللي كيتقاضى مع النصر السعودي، ولكن دار معاه واحد المقترح زوين. شناهو؟ صارح ليها سيدي البيزنس مان واحد العقد قصير الامد، يعني غيسني مع الوداد واحد الكونترا قصيره، يعني فيها المده ديال شهر ديال الموندياليتو، ومن بعد ما تسالي الدوره كل واحد يلغي بالغاد، ولكن مقابل راتب يحاذي المتوسط رواتب الانديه الاوروبيه، يعني شي حاجه قليله وصافي. مع التركيز بالخصوص على البعد التسويقي والاعلامي، وهنا في الوداد بقى ما غدير الضربه ديالها على رونالدو صديقي. ما قال رئيس الوداد البيضاوي مجرد تفكر انك تستقطب لاعب بحجم رونالدو راه يعد مكسبا للنادي اولا والكره المغربيه ثانيا. ماشي غير الوداد البيضاوي اللي مهتم بالخدمات ديال رونالدو، انديه برازيليه اخرى مشاركه في الموندياليتو حتى هي تسعى لاستقطاب اللاعب. تسويقه معلم. زوين عاوتاني رئيس فيفا الفونتينو فتح واحد النافذه انتقالات استثنائيه خصيصا كاس العالم للانديه ما بين 1 و10 في شهر 6. شنو فيها؟ في هاد المده سيدي كيسمح لهاد الانديه باش تجري تعاقدات مهمه وتعزز التركيبه البشريه ديالها وينافسوا على الحظوظ ديالهم في كاس العالم للانديه، وهنا كتسمى تكافؤ الفرص. نتمناو سيدي دابا دون رونالدو يوافق على المقترح اللي عطاه رجل الاعمال واللي عنده علاقات زوينه مع اداره نادي الوداد البيضاوي.